السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله الحلقة تكون اليوم بعنوان من تلفيقات لوقا. وصراحة لما بقول تلفيق لوقا أو متى أو يوحنا أو مرقس أو أي أحد من كتبة رسائل العهد الجديد أو أي سفر من أسفار العهد القديم، ما أقصدش أبدا التحقير أو الإزدراء، لكن بنضع الحقيقة أمام المستمع. يعني يجب أن يعرف، سواء كان المسلم يعرف كتاب الآخر، لابد أن يعرف حقيقة كتاب الآخر، وعلى الزميل المسيحي المحترم أن يعرف أيضا ما هو كتابه وما هي عقيدته التي يؤمن بها، ونطرح طرح مهذب مؤدب بعيدا عن أي ازدراء أو أي تحقير حتى نصل إلى الحق، ونسأل الله أن يرزقنا الهداية. نجد في لوقا 31 النص يقول: فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. النص ده قام بتلفيق نقاط عديدة جدا. أول نقطة إن هو بيقول أن يسوع سيجلس على كرسي داود، وده ما حصلش. هل يسوع جلس على كرسي داود؟ لم يجلس على كرسي داود. التلفيقة الثانية أن النص قال أن يسوع هيملك على بيت يعقوب، ونسأل: هل يسوع ملك على بيت يعقوب؟ والإجابة: لم يملك يسوع على بيت يعقوب. والتلفيقة الثالثة: هل يسوع ملك إلى الأبد؟ والإجابة: لم يملك أبدا ولا حتى لحظة واحدة. تمام؟ يبقى لما بنقول أن لوقا لفق هذا الكلام نكون محقين، ونسأل علماء المسيحية لماذا يلفق لوقا مثل هذا النص. نجد أن يسوع نفسه بيتفق مع ما أقول أنه لم يكن أبدا ملك، ويكذب لوقا. وهذا في يوحنا 18:36 النص يقول: أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم. يعني إيه؟ يعني هو لم يملك أبدا، لا على بيت يعقوب، ولا جلس على كرسي داود، ولا ملك إلى الأبد، ولا أي شيء. نص واضح وصريح: مملكتي ليست من هذا العالم. يبقى هكذا نكون بينا وأظهرنا تلفيق لوقا في هذا النص. نستودعكم الله تعالى، ونلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.